مين ما راحش المدرسة النهاردة؟ انا. حاسة ان احنا مش المفروض نتشير قوي كده واحنا ما رحناش المدرسة، يعني ممكن نبقى زعلانين. مين ما راحش المدرسة النهاردة؟ انا. طبعا هي ما راحتش المدرسة النهاردة علشان عينيها دي، شايفين زي ما انتوا شايفين كده تحت عينها طلع لها حاجة اسمها كيس دهني. مش هروح المدرسة وعندي كده كيس كده. انا رحنا عند الدكتور وقال لنا موضوع كده وبصيت في اللي بتنور بس انا خلصت دواء مع مودي. في دواء انا عايزه اخده، انا اخدت القطرة بس المفروض اخد حاجات تانية. صح يا مامي؟ صح. نحطنا دي هنا والأحمر ده يجي هنا وبقى عندي دول الاتنين حمرين. فالنهارده مفيش لانش بوكس، بس قلت هنعمل بيتزا وهحطها لها بقى الصبح على الفطار مثلا او كده، ان هي تكون خفيفه جدا هي بالخضار يعني بس. ودي قوالب بيتزا جاهزه. I put tomato. هنا هنحط الصلصه. واو بيوتيفول صلصه. عايزه احكي لكم على حاجه كده حصلت لي وانا في سنه رابعه جامعه. كان عندنا في مره امتحان شفوي. الامتحان ده كان المفروض نحضر شابتر والدكتور هيسالنا في الشابتر اللي احنا محضرينه. لقيته بيقول لي قولي لي يا بنتي انت محضره شابتر كام؟ قلت له انا محضره شابتر 8. الدكتور بص لي كده، محضره شابتر 8 انت متاكده؟ فقلت له اه انا متاكده. هو خير في ايه؟ فلقيته بيقول لي اصل غريبه قوي ان شابتر 8 ده احنا لسه ما شرحناهوش. ده حقيقي احنا فعلا لسه ما شرحناهوش، بس انا حسيت ان انا لازم اكون مختلفه عن زمايلي، لاني خدت من الماده العلميه اللي احنا شرحناها قبل كده وفهمت بقى بيها الشابتر اللي احنا ما شرحناهوش. فيلا سباق. ولو هتسالوني عن السبب اللي خلاني احضر الشابتر ده تحديدا، هو ان انا اصلا عرفت ان عندي امتحان في الماده دي قبلها بليله، فكان المفروض الحق اعمل اي حاجه. ففتحت الفهرس بتاع الكتاب وانا اصلا ما كنتش بحضرها، واخترت اقصر شابتر موجود في الكتاب. لقيته شابتر 8 ده 5 صفحات وبيتكلم عن الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والحاجات دي. قلت فل قوي، هي حاجات شكلها كده ملمومه، فحضرت الشابتر ده من هذا الاساس. لكن الحمد لله ومن ستر ربنا ان الدكتور خد الموضوع ده بطريقه ايجابيه وعداها وسالني فيه، وانا فعلا كنت مذاكراه كويس جدا، بس النيه بقى هي اللي كانت مختلفه. جدو هو بيدوخني، رجله اتكسرت. جدها وهو بيدوخها فعلا داخ ووقع ورجله اتكسرت. ما قلنا ما نقولش الموضوع ده في الفيديو. عادي انا كده هتبسط. I like to eat apples and bananas. هندخلها الفرن وبربها نقفل. لا هندخلها الفرن ونوريها لهم. هندخلها الفرن وهنوريها لكم زي يعني ده الفرن بتاعنا بس كبير. بيتزا. احنا هناكلها بكره ولا هناكلها دلوقتي؟ هناكلها دلوقتي. انا بقول كده برضه.